السلام عليكم في حلقة جديدة على قناة فوت برو. في حلقة اليوم نستعرض أهم النجوم المشاركين في العرس الإفريقي. أبرزهم يلعب في أوروبا مع فرق كبيرة مثل جوفنتوس، روما ودورتموند وفرق أخرى. أبرز النجوم بعد هذا الفاصل القصير، فلا تذهبوا بعيدا. نبدأ مع النجم التونسي أيمن عبد النور. أيمن عبد النور يلعب لفريق فالنسيا الإسباني الذي يحتل المركز السابع عشر ب 13 نقطة. عبد النور هذا الموسم لعب 8 مقابلات، 6 منها كأساسي. يلعب عبد النور دورا مهما في المنتخب التونسي الذي يدربه المدرب هنري كاسبيرجاك. ننتقل إلى نجم آخر، إيمانويل أديبايور الذي يلعب لمنتخب الطوغو. أديبايور لا يلعب في أي فريق منذ مغادرته لكريستال بالاس الصيف الماضي، لكنه يحظى بثقة المدرب كلود لوروا من أجل نقل تجربته الكبيرة للاعبين الشباب في منتخب بلاده الطوغو. أديبايور سبق ولعب لفريق الريال وتوتنهام وكريستال بالاس. أبرز النجوم بيير أوباميانغ الذي يلعب للمنتخب الغابوني، مهاجم بروسيا دورتموند وهداف البوندسليغا هذا الموسم ب16 هدفا. يعتبر أوباميانغ قدوة في بلده الغابون، ويسعى منتخبه للظفر باللقب القاري، مستفيدا من تواجده مع الفريق ومستفيدا كذلك من تنظيمه لبطولة كأس إفريقيا على أرضه وأمام جمهوره. نجم آخر يلعب بفرنسا، سيرج أوريه، يلعب في فريق باريس سان جيرمان. سيرج أوريه لاعب المنتخب الكوت ديفواري، يعد من أفضل من يلعبون في مركز الظهير الأيمن، ويعتبر أحد كوادر المنتخب الإيفواري حامل اللقب، والذي يتوجب عليه الحفاظ على هذا اللقب. أندري أيو لاعب المنتخب الغاني، لاعب وسط هجومي لويست هام الإنجليزي، لعب النهائي مرتين سنة 2010 و2015، ينوي الظفر باللقب مع البلاك ستارز هذه المرة، حيث يعد من أبرز المرشحين لنيل اللقب. النجم المغربي المهدي بن عطية، لاعب فريق جوفنتوس وأحد النجوم القلائل الذين يعتمد عليهم مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار لبلوغ أدوار طلائعية في هذا الكان، خصوصا بعد إصابة العديد من النجوم وغياب آخرين. كاما بيليات لاعب المنتخب الزامبي. كاما بيليات وسط ميدان هجومي، كان اكتشاف السنة في إفريقيا، وصنف ثاني أحسن لاعب في القارة السمراء، وقاد فريقه ماملودي سان داونز الجنوب إفريقي للفوز برابطة الأبطال الإفريقية. بالدي كيتا لاعب المنتخب السنغالي. هذا اللاعب ولد في كاتالونيا ولعب في لاماسيا مدرسة فريق برشلونة، وبعدها شد الرحال في اتجاه لازيو روما، حيث يلعب منذ 3 سنوات في إيطاليا. وسجل كيتا البالغ من العمر 21 سنة 5 أهداف، ومنح تمريرتين حاسمتين في 15 مقابلة في الكالتشيو هذا الموسم. رياض محرز بطل الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة ليستر سيتي. اللاعب الجزائري اختير كذلك أحسن لاعب في البريمير ليج الموسم الماضي، كما اختير أحسن لاعب أفريقي لسنة 2016، كما صنف أحسن لاعب في ثامن أحسن لاعب في العالم. ساديو ماني نجم فريق ليفربول، تم اختياره ضمن أحسن 3 لاعبين في القارة السمراء لسنة 2016. ساديو ماني من النجوم الذين سيقولون كلمتهم في هذا الكان. فاروق مية سجل 13 هدفا في 24 مباراة مع المنتخب الأوغندي، يبلغ من العمر 21 سنة، يلعب في فريق ستاندارد لييج البلجيكي، وهو عميد المنتخب الذي يعود للمشاركة بعد غياب طويل، غياب دام 38 سنة عن الكان. كلينتون جي خاض تجربة فاشلة في إنجلترا رفقة توتنهام الموسم الماضي قبل أن يعود للدوري الفرنسي ويتألق مع أولمبيك مارسيليا. كلينتون جي يلعب مع المنتخب الكاميروني. فابريس أونداوا الكاميروني تخرج من أكاديمية سامويل إيتو، فاز رفقة شباب برشلونة بعصبة الأبطال للشباب 2014، يلعب حاليا لإشبيليا، يبلغ من العمر 21 سنة، أصبح رسميا في المنتخب منذ 2 سنين، وكان قد شارك مع المنتخب الكاميروني في نسخة 2015. جوناثان بيترويبا البوركينابي لعب سابقا في فريق رين الفرنسي، ويلعب حاليا في فريق النصر الإماراتي، وهو عميد الفريق البوركينابي. محمد صلاح مهاجم فريق روما الإيطالي وأحد نجوم كأس إفريقيا بالغابون، ويعول عليه المنتخب المصري العائد إلى العرس القاري من أجل إعادة الفراعنة إلى سابق أمجادهم. بيرتران تراوري حتى قبل أن يبلغ سن 16 لعب مع المنتخب الأول
لعب سابقا في أوكسير الفرنسي، ينتمي لتشيلسي منذ 2013، يعد مهاجما متعدد التخصصات، يبلغ من العمر 21 سنة، وعير لنادي أجاكس الهولندي. هذا الموسم أعطى 3 تمريرات حاسمة وسجل هدفا في اليوروبا ليج. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله.